نركز مع بعض. تخيل مشهد لسكان مدينه امريكيه، مدينه كامله واقفه بتتشفى بساديه، وده علشان في مجرم هيتقتل ويتعذب قدامهم في مشهد اكل وتعذيب لحيوان. الفيله ماري كانت فيل بيقدم عروض في سيرك متجول، فبداوا يعملوا دعايه لسيركهم، فيجيبوا واحد يركب الفيل ويلف المدينه كلها. وقتها بيجي شخص اسمه والتر الدريدج، كان بيستعمل حربه مدببه مع ماري، ومن كتر التدريب وعنف والتر اتسبب بجروحه الشديده جدا في جسم ماري. وفي يوم العرض شافت ماري قشره بطيخه فوقفت عشان تاكل منها، فنغزها والتر في منطقه الجرح بعنف واسوأ. ماري برده فعل عنيفه شدته بالخرطوم ورمته على الارض وعملته بابا غنوج. طبعا الناس اترعبت من المنظر، فيقوموا كلهم يهاجموها ويضربوها بالنار. لكن اللي مش طبيعي ابدا انهم يمسكوها ويبداوا يقترحوا اقتراحات ازاي يعذبوها. اختاروا ان هم يشنقوها عن طريق رفعه بتشيل لحد 100 طن. الرفعه فعلا بترفع ماري، ولكن من تقلها بتقع، ولمده نص ساعه ماري بتموت ومخنوقه، والجمهور واقف بيتفرج على الحيوان الاعجم وهو بيتعذب. مفيش تعليق الحقيقه او كلام ممكن يوصف الاسوأ